كما كنقول دائما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما كنقول دائما عاوتاني، كاين بزاف ديال الناس كيكونوا مقطعين في الاحياء، ما عندهمش ما ياكلوا، كيعانيوا المعاناه، كيطلعوا للبرلمان كيتشكاو كيغوتوا، تيقول لك الله من هذا منكر، ولكن اون فوا كتعطى لهم المسؤوليه تيطغاو. تقدر يحطوه مقدم يطغى، يقدروا يحطوه سيكوريتي في شي بلاصه يطغى، يقدروا يحطوه في اي بلاصه كيطغى، وتيولي حتى هو شفار، وتيولي حتى هو قمار، وما تيبقاوش غير المسؤولين وغير الوزراء وغير البرلمانيين اللي شفاره. وهذا هو علاش كنقول دائما راه الا ما تغيرناش حنا ما نقدروش نغيروا المغرب، ما نقدروش نغيروا حتى حاجه. وهذا قول الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واليوم انتم كتشوفوا التيكيتات شواقع واقع فيهم. بنادم يقدر يبيع بلادو على 35,000 دولار، على 30,000 دولار، على 10,000 دولار. هادو ناس عاديين، ما هم وزراء، ما هم برلمانيين. هادو ناس اللي شكوى بهم الله سبحانه وتعالى، شراو التيكيتات ب 100 دولار 150 دولار، ودابا كيبيعوهم ب 1000 دولار التيكيتا. هادو ناس اللي تقدر تدخل تلقى التيران خاوي. علاش؟ حيت هما طمعوا، حيت كبروا كرشهم، حيت ما همهمش المغرب، ما همهمش ولاد بلادهم، همهم غير الطمع. بغيت نقول لهم راه الطمع طاعون. ومره اخرى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. السلام عليكم.